دلوقتي بنتكلم على الركن العائلي. الركن العائلي من اهم الاركان. تخيل انت لو ما انتش طايق بيتك مش ممكن تبقى ناجح. عارفين حاجه عجيبه جدا؟ بنك من البنوك الكبيره في مونتريال يعتبر من اقوى 3 بنوك في كندا. رئيس مجلس الاداره صديق شخصي، لان يعني عارف من ايام ما انا كنت مدير عام في الفنادق كنت اعرفه كويس. لما بدات اشتغل في التدريب فدربت البنك ده اكتر من مره. وبعدين اتصل بيا قال لي ابراهيم عاوزك تعمل لنا دوره معينه. انا كنت عارف ان اصبح في منافسه قويه جدا بين البنوك في امريكا الشماليه، خصوصا في البيع والتسويق، لان اللي بيعرف لغه البنوك مش لعبته انه يلعب، انه يخش في التسويق او يخش في المبيعات. فكنت فاكر هيطلب مني الاداره او القياده او بناء فريق ناجح او خدمه العملاء او التسويق او المبيعات. بصيت لقيته بيقول لي لا عايزك تعمل لنا دوره ثانيه خالص. قلت له في ايه؟ قال لي في العلاقات الزوجيه ناجحه. قلت له معقوله؟ انت ايه اللي وداك هناك؟ قال لي هقول لك حاجه بسيطه جدا. الانسان اللي احنا عمالين ندربه في المبيعات وفي التسويق والاداره والبانكينج سيستم والهيصه دي كلها، لو تعبان في بيتهم هيجي يتعبنا هنا. فاحنا عايزين نساعده زي ما بيعملوا اليابانيين، يدربوا الناس من كل ناحيه. عايزين ندربهم ازاي يتعامل مع المشاكل العائليه والزوجيه وعلاقته مع اولاده. عايزين ندربه عشان احنا نستفيد من انتاجه 100%. لان لو انسان ودي حقيقه فعلا، لو انت مثلا متزوج واتخانقت مع المدام او زوجة اتخانقت مع زوجها او حد من الاولاد مضايقك واتخانقت مع بابا وماما او مع اخواتك، يا ترى انتاجك هيكون 100%؟ يا ترى نفسيتك هتكون مرتاحه؟ فكر فيها هتلاقي لا. انا اذا كنت انت متدرب تعرف تنفصل، لان حته الانفصال والاتصال دي مهمه جدا. انك تتصل يبقى انت متصل باحاسيس. عارف لما انت تكون حصلت لك حاجه مضايقاك وتروح داخل جوه الدايره السلبيه دي اسمها متصل باحاسيسك. الشخص المتدرب يعرف ازاي ينفصل عن الاحاسيس عشان يقدر يكمل في حاجه تانية. لكن معظم الناس هو داخل جواها ماشي في الدنيا، تركيزه فقط اللي اتغير، لكن هو الدائره السلبيه. عشان فعلا يخلص من الاحاسيس السلبيه دي تماما ويحولها الى ادراك ايجابي لازم ينفصل، لازم يبص عليها اكنه بص عليها من بعيد، لان هو اتغير في السن. لكن معظم الناس داخل جواها وبعدين يدور على حبايه ممكن تغيره، مفيش حاجه. ولكن الانفصال لازم يكون انفصال واعي، لان العقل والجسد الاثنين لازم الاثنين هما يتعالجوا. لما اجي افكر في كده، عارفين يعني ايه انفصال واتصال؟ هل يا ترى تعرف الرولر كوستر؟ عارفين قطار الموت ده اللي هو يطلع ينزل ده وتخش فيه؟ يا ترى جربت الحكايه دي قبل كده؟ لو انت جواها غير لما تكون بتتفرج عليها من بره. لو انت جواها انت متصل باحاسيسك. لو انت بره بص عليها من بعيد او اتفرج عليها في التلفزيون. لو انت من بره احاسيسك مش هناك. الا لو دخلت هناك. هل يا ترى دخلت فيلم معين او حد قال لك حاجه وبكيت؟ لو بكيت معاه يبقى انت اتصلت بجوه تجربته باحاسيسك. لو لا يبقى انت منفصل باحاسيسك. انا اتفرج على فيلم من الافلام كنت واخد بنتين التوأم، واحده فيهم عماله تبكي 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 تبكي، وده كان فيلم تايتانيك اعتقد، وميته من العياط وبتبكي، واختها الثانيه ميته من الضحك عليها. فنرمين بتقول لها انت ما عندكيش دم وما عندكيش احساس. هتلاقي احساس ايه؟ ده فيلم يا ابني، ايه اللي دخلك هناك؟ ففي ناس بتخش باحاسيسها جوه تجارب الحياه ومش عارف يخرج. دي اسمها اتصال. لكن الانفصال انك تخرج بيها. فالشخص اللي هو يكون متصل بعيلته مش منفصل عنها، متصل بيها ويسيب لهم طاقه جميله ايجابيه وسعاده، فبيخرج ياخد معاه السعاده والطاقه الجميله دي